السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة الأكلة بتاعتنا أكلة شتوية من العيار التقيل، يعني لو الدنيا كده بتمطر تلج انتي هتحسي نفسك قاعدة في دفاية بعد ما تعملي الأكلة دي وتاكليها. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة قوي 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 ولذيذة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة حطيت معلقتين سمنة كده بلدي في الحلة، او اي نوع سمنة انت بتستخدميه، ممكن تستخدمي زيت مفيش اي مشكلة. وعندي طماطميتين وبصلاية وسط وجزراية. هقطع كل الكلام دوت شرايح كبيرة شوية كده وهشوحهم في معلقة السمنة دي. حتت كبيرة حتت صغيرة مش هتفرق خالص. هقطعهم بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس الجزر اللي هقطعه يعني صغير شوية عشان خاطر يلحق يستوي. وهشوحهم بس كده تشويحة صغيرة خالص مع معلقة السمنة اللي حطيتها. وهضيف عليها دلوقتي ربع كيلو من العدس الأصفر المغسول، وهشوحهم برضو مع بعض حوالي يعني مش كتير، دقيقتين كده على النار. لو عندك التوم بتاعك، التوم اللي هو الفصوص، التوم الصاحي، حطي في المرحلة دي يعني 5-6 فصوص توم كده. ما عندكيش التوم بتاعك مفروم ما تحطيش. انا عشان التوم عندي مفروم فما حطيتش في الخطوه دي، حطيته بعد كده بعد ما استوى. هضيف له بقى كميه الميه المناسبه ليه عشان يستوي، واسيبه براحته خالص يستوي. وهتعرفي ان هو استوى ازاي. كده كده العدس بيستوي بسرعه جدا، بس هتعرفي بقى انه استوى لما الخضار بتاعك يستوي، يبقى كده العدس بتاعك استوى. بالذات الجزر، اول ما تلاقي الجزر بيتقطع معاكي بسهوله اعرفي ان العدس استوى بقى تمام. طالما في عدس بقى يبقى لازم كده شويه بتنجان مخلل كده جنبيه متحبشين بالدقه كده، حاجه كده توديكي في حته تانية خالص. هحمر بقى نص كيلو من البتنجان، وهبتدي ان انا اعمل له خلطه معاكم حلوه قوي قوي قوي. البتنجان المخلل هتعجبكم جدا. بجيب البتنجان بديله بس ايه فتحه صغيره كده في النص، وبحمره في الزيت بس، ما بعملش فيه اي حاجه تانية غير كده. بفضل اقلبه يمين وشمال لحد ما يتحمر، وخلاص على كده هو خلاص كان استوى، يعني مفيش ثواني وكان خلاص البتنجان خلص. وما تفتحوش البتنجانه بالطول عشان خاطر ما تاخدش لون من جوه، افتحوها حته صغيره بس عشان يبقى قلبها ابيض زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. حطيت بقى معلقه توم كبيره، عليها معلقه هريسه شطه كبيره. الخلطه دي للبتنجان المخلل جربوها، هتدمنوا البتنجان المخلل بالطريقه دي، حلوه جدا. هضيف لها بقى حوالي معلقه خل وملح وكمون وكزبره وليمون، بس كده مش هضيف اي حاجه تاني. شويه كمون وشويه كزبره وخل وملح وليمون وهريسه شطه وتوم، بس الميكس ده مع بعضه كده حاجه بجد في حته تانية. الكميه اللي معايا دي كان كفايه قوي قوي عليها عصير ليمونه واحده، بس الليمون بتاعي عشان مفيهوش ميه قوي فحطيت ليمونتين. ظبطي بقى الملح بتاعك، انا حسيت ان هو محتاج ملح شويه فزودت له شويه ملح. بصوا بقى قلب البتنجانيه من جوه هيبقى ابيض ازاي، عشان خاطر ما فتحتش البتنجانيه بالطول، لا اديتها بس ايه شقه بسيطه خالص كده في الجنب، وسبتها يعتبر زي ما هي مقفوله. هتستوي معاكي من جوه وفي نفس الوقت هيبقى قلبها ابيض زي ما انت شايفاه كده. بحط بقى الخطوه دي في البتنجان وهو لسه سخن شويه ما يبردش، عشان خاطر وهو سخن شويه
مع الخلطة دي يشربوا من بعض كده، البتنجان يروح بقى ايه بطعمه في حتة تانية بقى كده، يسافر كده مع نفسه. ولما تاكليه بالطريقة دي هيصفرك معايا برضو. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده خلصنا احلى بتنجان مخلل ممكن تاكليه في حياتك. سبت بقى العدس براحته خالص على النار، واول ما اتاكدت ان هو استوى خلاص بدوس كده على الجزر، لقيته الجزر دايب. هسيبه بقى ايه، يعني لو عندك هاند بلندر هيبقى افضل قوي 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 في الخطوه دي. هتضربيه بالهاند بلندر على طول. ما عندكيش هتروحي واخداه كده اهو على الخلاط يا ست الكل، وتضربهولي في الخلاط. مفيش اي مشكله، مفيش خلاط مفيش هاند بلندر، في كبه اي حاجه عندك اضربي بيها. وهنعمله بطريقتين مش بطريقه واحده، هنعمله يعني هنعمل منه شويه بشعريه وهنعمل منه شويه شوربه عادي. هضيف نص الكميه بقى في حله والنص في حله تانية، بس بصراحه انا عملت ابو شعريه اكتر شويه. وده هنضيف له كوبايتين ميه وده هنضيف له كوبايتين ميه. ليه؟ لان العدس تقيل جدا طبعا، حاطين له خضار وهو لما اتضرب كده فتقل، فهنضيف له كوبايتين ميه كده لحد ما نظبط القوام بتاعه. الحبة اللي في الحلة الصغيرة دول هنعملهم شوربة، واللي ورا هنعملهم بشعرية. عندي بقى هنا حوالي يعني 3-4 معالق بس من الشعرية، مش كتير، متكترش الشعرية عشان ما يتقلش منك قوي كده ويعجن منك، يعني لان الشعرية اصلا بتكتر وكده، وهو العدس لما بيبرد شوية بيتقل كمان. فهم بس ايه 3-4 معالق شعرية هيبقوا كفاية قوي. هحمر بقى الشعرية دي في شوية سمنة او زيت، المادة الدهنية اللي انت بتستخدميها. واول ما تاخد اللون هنروح حاطينها على العدس على طول، وهنسيبهم بقى يستووا مع بعض. اهو اول ما خدت اللون كده نزلت بيها على العدس، وهسيبهم يكملوا سواهم مع بعض خالص. بس هضيف لهم بقى ايه في المرحله دي فصين توم كده مفرومين نيين في الحلتين، وفي الاخر برضو هنعمل لها طشه، بس بحب احط عليها يعني فصين توم كده نيين برضو بتبقى حلوه قوي. الجزرايه والطماطم بيودوا لونه، بيخلوا لونه خطير. التوابل بقى بتاعتنا اللي احنا هنحطها ملح وكمون وشطه وكزبره، مش اكتر من كده، مش هنضيف اي اضافات تانية خالص. والكزبره برضو مش كتير، يعني سنه بسيطه قوي. هنعتمد اكتر على الشطه والكمون والملح بس، مش هنضيف اي اضافات تانية غير كده. يعني انا حطيت الكمون والباب، الكمون والشطه، اسفه، الكمون والشطه في قلب العدس نفسه دلوقتي، والملح بس. سبت الكزبره عشان خاطر نطش بيها الطشه بتاعتنا في الاخر.
معلقتين سمنة بقى كده بلدي حلوين. وشوربة العدس لو هتعملي شوربة من غير شعرية بتعشق السمنة البلدي، بتوديلك طعمه في حتة تانية خالص. بس انتي لو مش متاح عندك استخدمي المادة الدهنية اللي انتي بتستخدميها. انا حطيت كده معلقتين سمنة بلدي وحمرت فيهم شوية، يعني نص معلقة توم كده، كان فص توم. ولما خلاص التوم بدأ يصفر معايا رحت حاطه عليه بقى شوية الكزبرة الصغيرين دول وطشتهم. العدس ده كده بالنسبة لي اقدر اقول عليه ان هو فينش، خلص خلاص، مش ناقصه اي حاجة غير ان هو يتاكل. هديله برضو في الاخر كده معلقة سمنة على الوش تعزز لي برضو الطعم كده. بس كده ده خلص. وبرضو الشعرية خلاص كانت استوت، هبتدي برضو اعمل لها الطشة بتاعتها وخلاص. يعني الموضوع سهل قوي، اكله سهله قوي وبتدفي قوي قوي قوي. وعملت لها برضو نفس الطشه اللي انا عملتها للعدس الشوربه، حمرت شويه توم في معلقه سمنه وحطيت عليهم شويه كزبره وطشيتهم بالعدس، بس مفيش اكتر من كده. وخلاص هطفي عليه دلوقتي برضو، خلاص كان استوى. اغرفيه بقى يا ست الكل وشمي الريحه اللي هتقلب الدنيا، والطعم اللي هتعشقيه كده من كتر ما هو حلو. وفي نفس الوقت حاجة لو السما كده بتمطر تلج انت مش هتحسي بالتلج ده، انت دفيانة وحاسة نفسك جوه الدفاية نفسها. بصوا شكله عامل ازاي، خطير. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.